بفتح محل جديد وعايز ابدا سوشيال ميديا، صح؟ اعمل ايه؟ بص، هو السؤال ده مهم جدا واكتر من حد سألهوني بخصوص ان هو ازاي يبدأ يسوق على السوشيال ميديا بشكل مظبوط، سواء كان هو فاتح بيزنس بالفعل او هو بادئ جديد وهيبدأ جديد على السوشيال ميديا، او هو فاتح ليه فترة بس اول مرة يظهر على السوشيال ميديا. رقم واحد، لازم تعمل بيج على الفيسبوك، لازم تعمل اكونت على انستجرام، لازم تعمل واتساب بيزنس وتربطهم هما الثلاثة ببعض. وده علشان خاطر ميتا تفهم ان انت ماشي بشكل مظبوط وبتحاول توصل لكل المميزات اللي موجوده في الثلاث حاجات دول. البيج مهم جدا فيها ان انت تعمل فيها كفر وبروفايل يكون شكلهم احترافي. تحاول ان انت تظهر بالشكل اللي هو ممكن اي حد يدخل على البيج عندك يفهم ان البيج دي بتقدم ايه المنتج اللي انت بتقدمه او ايه الخدمه اللي انت بتقدمها. النقطة التانية وانك انت لازم تهتم باضافة العنوان بتاعك، اضافة رقم التليفون، اضافة وسائل التواصل، علشان خاطر لازم اي حد هيدخل بيج عايز يتصل بالبيج دي او بالمشروع ده او بالنشاط ده يلاقي فيه رقم تليفون، واتاكد ان انا ضايف رقم التليفون صح. رقم اتنين برضو النقطة المهمة ان انا اضيف المابس او اللوكيشن بتاعي على المابس، عشان خاطر في ناس كتير جدا بتحاول ان هي توصل للمكان بتاع النشاط او المشروع وما بيكونش عارفين المكان مظبوط فين. رقم أربعة وبرضه نقطة مهمة الناس بتغفل عنها على السوشيال ميديا، وإنك أنت تفتح الريفيو. لما هتفتح الريفيو على البيج الناس هتدخل تعمل لك تقييم. لو انت واثق من الخدمه بتاعتك والمنتج بتاعك وفتحت الريفيو والناس بدات تدخل تقيمك، اغلب الناس دلوقتي لما بتيجي تشتري بتدخل على الريفيو، بتدخل على المراجعات وبتبدا تشوف اراء الناس فيها ايه. اي حد فينا لما بيشتري منتج او بيتعامل مع شركه عشان خاطر خدمه معينه بيدخل اول حاجه بيشوف الريفيو بتاعت الناس والناس دي بتقدم ايه، والناس اللي هي جربت المنتج او الخدمه دي قالوا ايه عليها. انت ممكن كمان تعمل عرض وتعمل خصم للناس اللي هتدخل لك تعمل لك ريفيو على البيج بتاعتك، فانت كده بتشجع الناس ان هي تدخل تعمل ريفيو على البيج بتاعتك. دي نقطة مهمة جدا. لازم تهتم ان انت تنزل بوستات بشكل يومي، لازم يبقى في تنوع في انواع المحتوى، ان يبقى عندك محتوى تعريفي، محتوى اخباري، محتوى تعليمي، محتوى ثقافي، محتوى تفاعلي. ما يبقاش كل تركيزك انك انت تنزل محتوى بيعي الغرض من وراه ان انت تبيع منتجات وان انت تعرض المنتجات بتاعتك للعميل. لا، حاول تنزل لهم حاول تنزل لهم بوستات تعليميه، بوستات تعريفيه. عرفهم انت مين، انت بتقدم ايه، الشركه بتاعتك فين، انشأت الشركه ازاي. الحاجات دي بتدي ثقه اكتر للمتابع والمشاهد ليك، وبعدين بيقرر ان هو يتعامل معاك ويشتري معاك. النقطة المهمة واللي انا بركز عليها بشكل كبير ان انت لو بتقدم منتج لازم تهتم كويس جدا بصور المنتجات بتاعتك. لازم لو انت هتصرف عليها تجيب جرافيك ديزاينر وفوتوغرافر قوي يشتغلوا على المنتجات بتاعتك بشكل بروفيشنال، بحيث ان هم يظهروا للناس بالشكل المطلوب. بنسمع مثل العين بتشتري قبل الجيب، يعني انت بتبص على الحاجه لو عجبتك التصوير والشكل ممكن في ناس بتنخدع كمان بالصور والاشكال دي. فانت لازم يعني تهتم بالنقطه دي. والنصيحه اللي انا ممكن انصحك بيها هنا ان ما تحاولش تعمل فجوه كبيره بين المنتج الفعلي والخدمه اللي انت بتقدمها وبين وجوده على السوشيال ميديا، لان لو الناس، ده سلاح ذو حدين، لو الناس جربت المنتج ولقت غير اللي موجود على السوشيال ميديا الناس هتعمل عليك اكس ومش هتتعامل معاك تاني. فيبقى نصيحتي ليك علشان خاطر تبدا صح، لازم تعمل اكونت على الفيسبوك او بيج على الفيسبوك، لازم تعمل اكونت على الانستجرام، لازم تعمل واتساب وتربطهم ببعض وتهتم بكل وسائل التواصل بتاعتك تضيفها بشكل مظبوط. الكفر والبروفايل والبايو مهم جدا على البيج بتاعتك عشان اي حد يدخل عليها يعرف انت بتقدم ايه. طب معانا نقطة قبل ما نخش على السؤال اللي بعده. قلت من النقاط الأساسية اللي هو لما نيجي ننشئ بيج على الفيسبوك أو الكلام ده كله، إحنا ممكن نضيف، لازم نضيف اللوكيشن بتاعنا أو لازم نضيف المكان أو العنوان بتاعنا. لكن لو في الوقت الحالي أغلب البيجات أو أغلب الصفحات كله شغال شغل أونلاين، محدش ليه مكان بريس. ففي حين ان هم دولت ناس شغاله فعلي والمنتج بتاعهم ذات فعاليه قويه وناس كتيره بتتعامل معاهم وما زالت شغاله مثلا في السوق.
فهل ديت هتأثر برضو على الفيسبوك او مش هت... هتأثر على البيج بتاعتك؟ لا طبعا هي مش هتأثر طول ما انت مالكش موقع بالفعل وبتبيع اونلاين، فهي مش هتأثر. ولكن احنا بنركز اكتر على الريفيو وعلى ان انت كاتب في الوصف بتاع البوستات بتاعك والمحتوى بتاع البوستات بتاعك ان انت بتبيع اونلاين. فانت بالتالي كده بتقدم خدمة او منتج، والفيسبوك عارف ان انت بتبيع اونلاين. غير طبعا لما يكون ان في حد ضايف مثلا ان هو بيبيع منتج في مكان ومش ضايف المكان ده، فده بيقلل من عملية الوصول الناس ليك، ولكن هو مش بيمنعها او مش بيبقى فيه مشكلة عليك. النقطة برضو اللي هي ممكن انا بكلمك عليها بخصوص الاونلاين، انا ببيع اونلاين بس انا موجود فين؟ انا اصلا مقر المكان بتاعي فين؟ لو انا في الاقصر يبقى انا اختار الاقصر، لو انا في القاهره اختار القاهره، لو انا في سوهاج اختار سوهاج. يعني اختار كمحافظه، مش شرط ان انا اختار العنوان بالتفصيل المكان القائم فين يعني، ولكن ان انا لازم اضيف حته اللوكيشن موجوده عندي على البيج. تمام جدا. وده يعني في نقطة تانية، لما انت بتضيف العنوان بتاعك على البيج او بتضيف اللوكيشن بتاعك على البيج، سواء عن طريق المابس او سواء عن طريق العنوان بتكتبه كتابة، بيظهر البيج. الفيسبوك لما بيثق في البيج بيظهر البيج للمحيطين حواليك. يعني انت لو بتبيع في القاهرة، فانت لو اخترت العنوان الاقصر يبقى انت كده بتضر نفسك، ولو ما ضفتش العنوان اصلا برضه انت كده بتضر نفسك. فبالتالي انا لو ببيع في القاهره يبقى انا اختار العنوان القاهره، فالفيسبوك هيبدا يقترح البيج بتاعتك للناس المحيطه بيك. ايه رايك لو تكلمنا او توضح لنا عن فكره الربح عن الفيسبوك؟ الترند اللي ماشي دلوقتي موضوع الربح من على الفيسبوك، وان الفيسبوك بدأ ان او غير طريقة الربح من على الفيسبوك. زمان كان اي حد عشان يكسب من على الفيسبوك لازم يقدم محتوى خاص بالفيديوهات، يبدأ ينزل فيديوهات ويحصل على عدد مشاهدة معين علشان خاطر يبدأ يكسب من ورا الفيسبوك، ولازم يبقى في عندك عدد مشتركين معين، ولازم كلام كتير، كان شروط معينة الفيسبوك ضايفها. الموضوع دلوقتي اختلف خالص. الفيسبوك غير اللعبة وحاول ان هو يوصل منشئي المحتوى ويشغلهم زي الشركات. هو عايزك تقعد اكبر قدر او اكبر وقت عندك على البيج علشان خاطر تبدأ تفكر ازاي تخلي المتابعين تقعد على البيج بتاعتك وقت اطول. فزمان احنا كنا بيكسب بس من الفيديو، دلوقتي الموضوع اختلف، بقى بيكسب من الصور والقصص واللايف والنصوص الكتابة العادية، بالإضافة للفيديو والريلز. يعني انت اي حاجة هتعملها على البيج بتاعتك هتكسب من خلالها. في ناس بتعتمد فقط على الريلز، في ناس بتعتمد فقط على الريلز ان هي تكسب منها، في ناس بتعتمد على الفيديوهات ان هي تكسب منها، وفي ناس بتعتمد حاليا دلوقتي على الصور. ارباح الصور والستوري عالية جدا وبقت ناس بتحقق منها ارباح كويسة. فهو الفيسبوك عايزك ان انت عشان تكسب لازم تنوع في اشكال المحتوى اللي انت بتنزلها. ما تنزلش كل شغلك فيديوهات، ما تنزلش كل شغلك ريلز او صور، لا حاول تنوع. يبقى انت كل يوم ممكن تنزل فيديو وتنزل ريلز وتنزل اكتر من صورة وتنزل اكتر من ستوري، وكل فترة تطلع لايف. ده هيكسبك من الفيسبوك بشكل عام. كبدايه لو انا عايز افعل موضوع الربح او ان انا عايز اشغل ربح، هل في ليميت؟ يعني هل في حد معين للبوستات المفروض ان انا انزلها خلال اليوم او خلال الاسبوع؟ ولا النظام مثلا برضو حتى لو مثلا في عدد معين، هل بعتمد على نظام مشاهدات؟ هل بعتمد مثلا على نظام مثلا لايكات معينه، كومنتات معينه عشان يتفاعل معايا موضوع الربح؟ او بتتحسب مثلا، او بمعنى صح بتتحسب ازاي؟ او انا هكسب مني ازاي؟ طيب هنا السؤال، ازاي انا احقق الربح من على الفيسبوك؟ مظبوط. طيب ازاي احقق الربح من على الفيسبوك؟ حاليا ما فيش شروط، ما بقاش في شروط حاليا ان انت تحقق الربح من على الفيسبوك بناء عليها. الموضوع بقى ان الاداه الجديده اللي نزلت للفيسبوك هي اداه الربح من المحتوى. الاداه دي بتنزل لوحدها، بتنزل من غير ما اي حد يقدر يقول لك ان انا تعالى انا هنزلها لك. في ناس دلوقتي بقت سبوبه ليها ان هي تقول لك تعالى انا هفعل لك الربح على البيج وبمقابل مثلا 1000 جنيه 2000 جنيه، ويبداوا ان هم يحطوا اسعار وليميت وحاجات زي كده. الكلام ده كله مش صح. ولو لقيتني انا في وقت من الاوقات بقول لك تعالى انا هفعل لك الربح، هتلاقيني انا بضرك، ويعني هيبقى اكيد بنصب عليك. مفيش حاجه اسمها ان انت تحقق الربح بايدك.
انت في وسائل انت ممكن تعملها بنفسك، مش شرط تروح لحد يعملها لك، تسهل لك موضوع الربح او تسرع لك نزول الاداء. لو انت ما نزلتش عندك الاداء اصلا، تسرع لك نزول الاداء. الاداء دي بتنزل تلقائي على البيج بتاعتك. بناء على ايه؟ بناء ان الفيسبوك بيشوف ان انت كرييتور اكاونت فعلي، يعني بتنزل فيديوهات وبتنزل ريلز، بتنزل صور، بتنزل تكست، بتنزل ستوري، وملتزم في البيج، وبتنزل اكتر من بوست. طب ايه الحاجات اللي انا ممكن انصحك بيها علشان تسرع الاداة دي ان هي تنزل عندك؟ رقم واحد، ان انت تنزل عدد بوستات يومي من 6 ل 10 بوستات، ما تقلش عن كده. ده في اليوم؟ في اليوم الواحد تنزل من 6 ل 10 بوستات، ويكون متنوعين. بمعنى ان انت تنزل صورة، تنزل فيديو، تنزل ريلز، تنزل ستوري، وهكذا، تنزل تكست عادي. تدور على الحاجات اللي بتعمل تفاعل على البيج عندك، وتخلي الناس تقعد وقت اطول. هي من الاخر مصلحة متبادلة. طول ما انت بتكسبني، الفيسبوك بيقول لك طول ما انت بتكسبني وبتخلي الناس تقعد على المنصة بتاعتي وقت اطول، انا هديك جزء من المكسب اللي انا بكسبه. فانت لازم تنوع في اشكال المحتوى اللي انت اللي انت هتنزلها. تالت حاجة، لازم تراجع البيج بتاعتك كويس. يعني لو في فيديو انت كنت نزلته عليه انتهاك سياسة، يبقى شيله، احذفه. لو مثلا في ريلز انت كنت نزلته من بيج تانية ونزلته عندك على البيج، برضه احذفه. لو انت اخدت صور من على من على جوجل مثلا ونزلتها عندك على البيج، ممكن الصور دي يكون عليها حقوق ملكية وحقوق نشر، برضه ابعد خالص عن الحاجات دي. طيب، في نقطة وسؤال مهم جدا: هل الصور اللي انت بتنزلها من على جوجل وبتنزلها عندك على البيج، الصور دي ممكن تكسبك؟ طبعا ممكن تكسبك. طب انهي افضل، الصور اللي هتنزل من على جوجل، ولا لو انا عملت ديزاين او استخدمت الذكاء الاصطناعي وبدات ان انا اعمل تصميم وصوره؟ هتلاقي ان الفيسبوك بيقول لك ان كل ما انت تعبت في تصميم الصوره واشتغلت على نفسك في تصميم الصوره ونزلت صوره جودتها كويسه وتصميم كويس، كل ما انت هتكسب اكتر. يعني انا دلوقتي بنصح الناس ان هي تستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي بشكل ذكي، علشان خاطر تقدر تكسب من ورا الفيسبوك. لان الفيسبوك هيعرف اذا كنت انت استخدمت اصلا او من البرامج الخاصة بادوات الذكاء الاصطناعي، ولا انت جايبها من على جوجل، ولا انت عامل الديزاين من البداية. يعني ما تاخدش او ما تدخلش على شات جي بي تي وتبدا تقول له انا عايز صورة كذا بمواصفات كذا، فيبدا يطلعها لك الصورة تاخدها تنزلها على الفيسبوك. لا، انت تحاول تاخد الصورة دي وتعمل اديت عليها على اي برنامج زي فوتوشوب، الستريتور، اي حاجة من الحاجات دي، وتبدأ تنزلها على البيج، هتكسب اكتر. هي دي كده المعادلة. فانت دي الحاجات اللي انت تخليك تساعدك اكتر في الربح، وتحاول ان هي توصلك لمعدل كويس، وتكسب من كل حاجة بتنزل عندك على البيج. تقدر تقول لي ازاي اعرف اذا كان تليفوني متراقب او في حد بيتجسس عليه؟ طيب، اولا دي نصيحة انا بنصح بيها البنات بشكل عام: ما تديش موبايلك لاي حد في اجتماع، في شغل، في اي حاجة، ويقولك دقيقة موبايل هعمل حاجة، او ان هو احتاج الموبايل يعمل فيه اي حاجة، وتديله الموبايل وتأمن لاي حد سواء شاب او بنت يعني. وده لسبب، لان في كود معين لو حد عمل الكود ده على الموبايل، ممكن يحول كل المكالمات والرسائل اللي بتنزل عندك على الموبايل وتظهر عنده هو. وده يعني كنت نزلت فيديو قبل كده عندي على البيج، ان لو انت مثلا عايزة تتأكدي وتشوفي ان الموبايل بتاعك مش متراقب او مش بيتجسس، في كود بنكتبه: نجمة شباك 62 شباك. اي حد فينا يعمل الكود ده على الموبايل، يعني ممكن نعملها كتجربة. نجمة شباك 62 شباك. اول ما انا بعمل الكود فبيجيب لي نافذة طويلة زي كده فيها حاجات كتير. بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي انك انت هنا مفيش اي تحويل على الموبايل، او ان انت مفيش اي ارقام بيتحول عليها الرسائل والمكالمات بتاعتك. فدي طبعا نقطة مهمة جدا. لو انت بقى او انت ضغطت الكود ده اللي هو نجمة شباك 62 شباك، وظهر لك في القائمة دي اي رقم، ظهر لك في القائمة دي اي رقم
يعني مثلا يتم توجيه اعاده توجيه المكالمات الى الرقم الفلاني. فانت كده تعرف ان الموبايل بتاعك متراقب، وكل المكالمات وكل الرسائل اللي هي توصل عندك على الموبايل ممكن حد تاني يشوفها. طيب الخطورة في ايه تاني بقى؟ الخطورة في ان انا لو عايز افتح الواتساب بتاعك، هتقول لي لما انا بفتح اي واتساب بيجيب لي كود. مظبوط، بيجيب لك كود. طب انا عامل تحويل للرسائل بتاعتك عندي على الموبايل، فلما هاجي انا افتح على الموبايل الواتساب بتاعك، الواتساب هيبعت رسالة على رقمك، بس الرسالة دي هتوصل عندي انا، فانا هعرف الرمز وابدا ان انا اكتب الرمز وافتح الواتساب، واي حد يبعت لك رساله انا ممكن اشوفها وافتحها عندي، وهيبقى الموضوع بالنسبه لك فيه مشكله. طيب عشان خاطر نلغي اي تحويل المكالمات، وعشان خاطر اي حد فينا لو لقى رقم موجود من ضمن الحاجات دي ازاي ان هو يلغي عمليه التحويل دي، في كود تاني بنضربه، نجمه شباك 002 شباك، وبنضغط اتصال. الكود ده هيحذف معاك اي تحويل المكالمات والرسائل. وبرضه ممكن نعمله بتجربة. هيبدأ يقولك ان هو ايه، عطل كل التحويل اللي ممكن يتم على الموبايل. ولو ده ما اشتغلش معاكي ممكن تعملي كود تاني، شباك 21 شباك، هيبدأ ان هو يلغي اي تحويل للمكالمات. فنصيحة، ما نسيبش الموبايل بتاعنا مع اي حد، وما نديش الموبايل لاي حد سواء نعرفه او ما نعرفوش. يعني مش عارفين نوايا ممكن يكون فيها ايه، وممكن الشخص ده يستخدم الموبايل في ايه، او عايز يشوف الرسائل بتاعتي في ايه. في ناس بتاخد الرسائل دي وبتبدا ان هي تخترق الموبايل من خلالها، وتبدا ان هي تساومك عليها بفلوس، تاخد البيانات وتاخد الصور وتساومك عليها بفلوس بعدين. وفي شباب صغيرين مش بيعرفوا ان هم يتصرفوا في حاجه زي كده، بيضطروا فعلا ان هم بيدفعوا فلوس وبيعملوا الحاجات اللي هم عايزينها الاشخاص دي. لو في حد بقى لا قدر الله حصل معاه الموقف ده، انا شايف ان هو اسلم اختيار ليك انك انت تروح لمباحث الانترنت. مباحث الانترنت تقدر تجيب الرقم وتقدر تجيب عنوانه وتقدر ان هي تتعامل معاه، وبدون اي احراج ان انا كده هتفضح او ان انا كده حد هيعرف حاجه او الكلام ده كله. لا، هو اسلم قرار ان انا اروح لمباحث الانترنت، وهي مباحث الانترنت هتقدر تجيب لك الشخص ده وتجيب لك رقمه وكمان تحاكمه. فالموضوع بقى اسهل بكتير جدا. ومباحث الانترنت موجود عندها كل الرسائل حتى ما بتتمسحش، كل الاي بي اللي بيدخل من خلال الموبايل موجود فين، موقعه فين، كل الكلام ده بيتعرف، وكل الكلام ده سهل. طيب دلوقتي انا فتحت الحساب الفيسبوك بتاعي من على لابتوب او كمبيوتر في الشغل، واحد صاحبي ايا كان فتحته من على متصفح. بعديها بفترة ببص بلاقي فيه رسائل، الرسائل بتاعتي حد كان باعت لي رسائل والرسائل دي متشافة. هل ده يعني بيكون حد فتح الحساب بتاعي زي ما هو؟ بعد كده بفتح من التليفون عندي لقيت ان في رسائل مفتوحة ومتشافة. طب ولو ده صح، لو في شخص عمل كده انا اعمل ايه او اتصرف ازاي؟ طيب هو اي حد فينا ممكن يتحط في موقف ان هو يفتح اكونت بتاعه على الفيسبوك من اي لابتوب تاني. وفي ناس ما مش بتبقى عامله امان زياده للفيسبوك بتاعها او للاكونت بتاعها، مش عامله مصادقه ثنائيه او اي حاجه من الحاجات دي. وفي ناس ممكن تكون ليها سنين مثلا فتحت الاكونت في مكان تاني ومش عارفه ان هي فتحاه اصلا ولسه مفتوح وممكن ناس تشوفه. ممكن طبعا سهل جدا ان انت تفتحه في مكان او على لابتوب، ويبدا بعد كده شخص تاني يجي يقعد على نفس اللابتوب ده ويفتح الاكونت ويبدا يشوف الرسائل ويبدا ان هو يتابع الرسائل بتاعتك، ومن غير ما انت تحس ومن غير ما انت تشوف اصلا. الحل ايه في حاجه زي كده؟ الحل في ان انا اعرف او اوصل للاماكن اللي مفتوح فيها الحساب بتاعي. ولو انا شكيت في اي حاجه من الحاجات دي، يعني انت مثلا انت من القاهره ولقيت ان الموبايل بتاعك مفتوح في سوهاج مثلا او في الاقصر، فبالتالي انت ما رحتش هناك، يبقى ازاي هو مفتوح هناك؟ يبقى كده في حاجه غلط. ممكن يا اما هاكر هو اللي فاتح الاكونت بتاعك من مكان معين، او ممكن تكون انت في فتره زمنيه معينه رحت مكان ده وفتحت الحساب بتاعك ونسيت اصلا ان انت تخرج، او ما عملتش خروج بشكل نهائي من الحساب بتاعك.
فبالتالي بيفضل موجود على الحساب ده. طيب انا في الحاله دي بتصرف ازاي؟ في عندي على الموبايل على الاكونت بتاعي على الفيسبوك، برضو ممكن ندخل عليها، وكنت نزلت عليها فيديو على القناة. لو ضغطت على البروفايل بتاعي ونزلت تحت على الاعدادات والخصوصية، اختار الاعدادات، بتبدأ تجيب لك كل اعدادات الموبايل، واول حاجة هي مركز الحسابات. من مركز الحسابات هبدأ انزل تحت على الفيسبوك، ومنها كلمة السر والأمان. هتلاقي هنا في حاجة اسمها الأماكن التي سجلت الدخول منها. بضغط عليها وبيقول لك هو انت محتاج الفيسبوك والانستجرام ولا اي فيهم، ولا لو انت عامل ربط للاتنين اصلا ولا لا. فاختار الفيسبوك، هيبدأ يجيب لك كل الاماكن دي، كلها اماكن انا مسجل بيها الدخول من الموبايل بتاعي او بالاكونت بتاعي على موبايلات او لابتوبات او كده. لو انا شكيت بقى في حاجة من دول وشايف ان ده ممكن يكون مش تبعي، فانا اقدر انزل تحت خالص واختار تحديد اجهزة للخروج منها، اضغط عليها، هيبدأ يجيب لي كل الاجهزة، احدد الاجهزة اللي انا شاكك فيها واعمل من تحت تسجيل الخروج. فأول سؤال سألناه لما حضرتك قلت إن إحنا بنعمل بيدج جديدة والكلام ده كله، أكيد البيدج ديت أو الصفحة دي بيكون ليها إعدادات معينة لازم تتظبط. إيه أهم حاجة في الإعدادات أنا لازم أظبطها عشان خاطر البيدج تبقى 100% بالنسبة لي؟ اهم الخطوات في اعداد البيج يعني هو اولا انا في عندي قناه على اليوتيوب منزل عليها حلقه كامله لازاي تنشئ بيج بشكل احترافي. بس نقول الخطوات بشكل سريع كده، ان رقم واحد لازم اسم البيج بتاعك يبقى سهل وبسيط وواضح للناس، يبقى الناس فاهمه انت بتاع ايه من خلال اسم البيج. ده رقم واحد. رقم اتنين ما يكونش اسم البيج طويل خالص. تمام. رقم ثلاثة، يفضل ان انت البيج بتاعتك تهتم بالكفر والبروفايل زي ما احنا كنا قلنا في اول الحلقة. رقم أربعة ونقطة برضو مهمة، ان انت تعمل حاجة اسمها يوزر نيم للبيج. لما بتيجي تعمل يوزر نيم، ويعني ايه اصلا يوزر نيم؟ هو ايه الفرق ما بين الصفحة دي والصفحة دي؟ ممكن يكونوا صفحتين بنفس الاسم، ده سهل جدا ووارد ان اي حد يعمل اي صفحة. بس ايه الفرق ما بين الصفحة دي والصفحة دي؟ اليوزر نيم. اليوزر نيم ده معناها دي حاجة فريدة من نوعها، انت بتميز الصفحة بتاعتك بلينك معين. يوزر نيم، اليوزر نيم ده هو اللينك اللي بيبقى www.facebook.com/ وبيبقى جنبه اسم الصفحة بتاعتك. طبعا ده استحالة ان هو يتكرر واستحالة ان هو يتغير. في بعض الناس ممكن تستخدم ده وتعمل بيج باسم شخص معين وتبدأ تنزله وتبدأ تعمله. ازاي افرق ما بين الصفحة الفيك والصفحة الأساسية من اليوزر نيم اللي موجود؟ هو مهما كان مش هيقدر يعمل نفس اليوزر نيم اللي انا بعلن بيه عن نفسي واللي انا بقوله عن نفسي او هكذا. دي برضو النقطة التانية. لازم تختار بقى اللوكيشن، تختار الادوات التواصل بتاعتك، رقم التليفون. لو انت عندك واتساب بيزنس وتربطه بالصفحة بتاعتك، ده بيساعد عليها اكتر وبيحاول ان هو يوصلها لعدد اكبر من الناس. لازم واتساب بيزنس ولا ممكن واتساب عادي؟ لا، الواتساب بيزنس طبعا. هو بدأ الفيسبوك دلوقتي بشكل قوي يوجه الناس للواتساب بيزنس طول ما انت هتستخدمها في الصفحات. الواتساب العادي ده بيرسونال شخصي. طب ايه الفرق ما بين الواتساب بيزنس والواتساب العادي الواتساب بيزنس، بالنسبة للرقم في الصفحة؟ لا هو بص، فكرة الواتساب بيزنس دلوقتي بقت ان هو واتساب للأعمال للشغل. هو الفيسبوك عايز يفرق ما بين الواتساب العادي والواتساب الخاص بالأعمال بتاع البيزنس بتاع الشغل. فهو فاتح لك بقى في الواتساب البيزنس ده ان انت تقدر تعمل اعلانات ممولة على الواتساب نفسه. تقدر ان هو يجيب لك ويعرفك وتميز انت العملاء بتاعتك. ده عميل جديد فانت تميزه، وبتيجي اخر الشهر تعمل فلترة بالعملاء الجديدة والعملاء المحتملة وهكذا، عشان خاطر تنظم عملية التعامل فيما بعد مع العملاء. لو انت في عميل محتمل وانت علمت عليه انه ده عميل محتمل، وكل يوم والتاني بيجي لك عميل محتمل بالشكل ده، اخر الشهر بيبقى عندك قائمة بكل العملاء المحتملين اللي انت ممكن تتواصل معاهم. الكلام ده موجود على واتساب، فتقدر ان انت تحددهم وتوصل لهم تاني وتكلمهم تاني علشان خاطر تتعامل معاهم. عارف ان انا اصلا كنت قبل ما اعمل البيج عامل الواتساب عادي وشغال منه وكل حاجة. هل الفيس في الحالة دي هيرفض ان هو اصلا يضيفوا لي الواتساب العادي؟ لا مش هيرفض، ولكن لو حبيت توصل لمرحلة انك تعمل اعلان ممول وانت مش ضايف واتساب بيزنس، الفيسبوك هيرفض. دي بقت اول خطوة اتخذها الفيسبوك نحو
الواتساب بيزنس والواتساب العادي. يعني لو انت عندك بيج وعليها اكونت وعليها واتساب عادي، وحبيت تعمل سبونسرد وعايز تخلي الناس تضغط على زر واتساب اللي بيبقى موجود تحت الاعلان، الفيسبوك طول ما هو ده واتساب عادي مش بيزنس بيرفض. طب بالنسبة لجزئية الإعلانات الممولة اللي اتكلمنا فيها قبل كده، هل لو أنا عملت إعلان ممول مثلا على الفيسبوك، طبعا كده كده أنا رابط الفيس والصفحة، البيج والواتساب بيزنس مربوطين ببعض. لو أنا عملت الإعلان الممول بالصفحة هيسمع معايا على الواتساب، وبرضه العكس، لو أنا عملت مع الإعلان على الواتساب هيسمع معايا في الصفحة ولا لأ؟ يعني بمعنى صح، هل الإعلان اللي هعمله في حاجة واحدة بس، في ابلكيشن واحد، سواء كان الفيسبوك أو كان الواتساب؟ يعني دلوقتي مثلا انت ممكن تعمل من الفيسبوك تعمل اعلان ممول زي ما انت قلت لنا، وضحت قبل كده. اعلان ممول ممكن تخليه يبقى ممول في الفيس والانستا مع بعض. الفيس والانستا دي حاجه، تمام، القنوات بتقدر توزع عليها. الواتساب ممكن برضو تظهر عليه اعلانات للواتساب نفسه وللقناه بتاعتك او للشركه بتاعتك على الواتساب، واتساب نفسه في حاجه اسمها ايه القنوات والاعلانات، وهيظهر لك اسم الحاجه بتاعتك. طيب الاماكن اللي انت بتعرض عليها اصلا الاعلان بتاعك يا اما فيسبوك يا اما انستا يا اما ماسنجر يا اما شبكات خارجيه بس. زي ايه شغال خارجية؟ يعني مثلا في لينك بحث معين في حاجه معينه وهكذا. خوارزم الخوارزمية بتاعت الفيسبوك شغالة ازاي؟ لأن أوقات كتيرة بنزل بوستات ساعات شغالة، مرة ألاقيها شغالة كويس ومرة ألاقيها مش شغالة. حاليا خوارزميه الفيسبوك شغاله ان انت لما بتنزل اعلان بيبدا الفيسبوك بيعمل له اختبار، ويبدا ان هو يختبر بيه الجمهور، يبدا يعرضه كده لاكتر من حد ويبدا يشوف رد فعل الناس ايه. لو الاعلان تفاعلوا معاه، وقفوا عليه، قروه، عملوا لايك، عملوا كومنت، عملوا شير، اذا الاعلان ده كويس، فبيبدا الفيسبوك يرفعه اكتر ويظهره لعدد اكبر من الناس. طيب لو انا دلوقتي على البيج بتاعتي وبشتكي من قلة التفاعل، فقلة التفاعل دي لازم الخوارزمية دلوقتي بقت بتبص عايزة تستفاد منك بأكبر قدر. فالاستفادة هتكون ازاي؟ ان انت تقعد وقت اكبر على البيج، تفكر ازاي تنزل محتوى كبير، ازاي تنزل محتوى مختلف، ازاي ان انت تنزل محتوى يجذب المتابعين بتاعتك ويخليهم يقعدوا وقت اطول على المنصة. يعني هي منصة الفيسبوك هدفها الرئيسي، او اي منصة على السوشيال ميديا هدفها الرئيسي ان هي تخلي الناس تقعد وقت اطول وفترة اطول على المنصة. لان هو كل ما هيقعد اكتر كل ما هو هيشوف فيديوهات وهيشوف صور وهيشوف اعلانات وهيشوف حاجات، فهيكسب المنصة وهيكسب الناس اللي بتعمل اعلانات على المنصة، فهيقعد وقت اطول. فطول ما انت بتنزل محتوى بيفيد الناس، المنصة هتساعدك وتشجعك وتربحك وتشغل الدنيا معاك كويس خالص. طيب الافضل انك انت، الخوارزمية دلوقتي بقت تحس لو انت عدى عليك 4 5 6 ساعات وما نزلتش حاجة على الصفحة بتاعتك، فانت كده المنصة بتحس او الخوارزميات بتحس ان انت نسيت المنصة، فهي هتنساك، مخلصة بعضها يعتبر. يعني هي شايفة ان هي طول ما انت نسيتني انا هنساك، طول ما انت مش فكرتش فيا فانا مش هفكر فيك. فيعني هي لازم تبقى المصلحة في الاخر واحد للاتنين، مرتبطة ما بين الاتنين. طول ما انت بتفكر فيا على طول وبتنزل لي محتوى بتخلي المتابعين تقعد وقت اطول، فانت لازم كل 3 4 ساعات ما يعديش عليك 3 4 ساعات وتنزل بوست، سواء تكست سواء صورة سواء فيديو سواء ريلز، ايا كان، بس يبقى ليك تواجد بشكل رسمي. وبرضه دور على ان انت ما تجيبش اي حاجة من بره، من صفحات تانية او من جوجل او من اي حاجة، وبرضه ما يبقاش فيه حاجات عليها حقوق ملكية او حقوق نشر. ايه افضل حملة اعلانية ممكن اعملها مع العلم ان انا مش عندي موقع او متجر اشتغل عليه؟ بص، هو الاعلانات الممولة افضل حاجة حاليا تشتغل عليها والفيسبوك هو بيوصي بيها، هي النوع الانجيجمنت، التفاعل. والتفاعل ده بيبقى ليه اكتر من شكل. التفاعل على بوستات، ان انت تزود لايكاتك، تزود كومنتاتك، تحاول ان انت تبعت الناس تبعت لك رسائل. ممكن برضو الناس تبعت لك رسائل على ماسنجر او واتساب او رسائل على انستجرام، ايا كان اي حاجة من دول. دي افضل الحاجات اللي احنا شايفينها ان انت ممكن تستفاد منها. ايه الافضل، ان انا اعمل اعلان ممول مصور بصور يعني، ولا اعمله فيديو؟
افضل حاجه ومن زمان خالص بنقولها، وفي علم التسويق في جمله مشهوره جدا: العين بتشوف والودن بتسمع فالعقل بيفهم فبيقتنع. لما بتخاطب اللي قدامك بصوتك بس، غير لما هتخاطبه بصورة مش عليها صوت ولا أي حركة، غير لما هتخاطبه بفيديو وبتشرح له، فبتحاول بيفهم المعلومة بشكل أسرع، وبإعلانك هينجح بشكل أسرع. وبرضو ده اعتماد الفيسبوك الفترة اللي فاتت، وأي منصة بقت مهتمة بشكل كبير جدا بأنك أنت تعرض المنتج بتاعك فيديو، تعرض الخدمة بتاعتك فيديو، اشرح للناس، اطلع قدام الكاميرا واتكلم قدام الكاميرا، بحيث ان انت يكون في مصداقية اكتر مع العميل او مع المتابع اللي بيشوفك. فدايما بشوف حتى في نتائج الحملات الإعلانية ان حملة الإعلانية اللي بتكون فيديو بيبقى نتائجها اكبر بكتير جدا من الحملة الصور. آخر سؤال معانا. أنا معايا محل ملابس وبعمل إعلانات ممولة بنفسي، بس بلاقي إن التكلفة الكوست بتاع الإعلان نفسه العملاء المحتملين يعني بيبقى غالي جدا. إيه الحل اللي أنا ممكن أعمله؟ التكلفة بتاعت ايه؟ التكلفة بتاعت العملاء المحتملين. طيب، انت محل ملابس وبتعمل اعلان ممول الغرض منه زيادة العملاء المحتملين. ده نوع من انواع الحملات الاعلانية، وهو العملاء المحتملين. العملاء المحتملين هي اولا، هو ايه الانواع اصلا اللي موجودة في الحملات الاعلانية؟ في نوع عندنا اللي هو الاويرنس او الوعي بالعلامة التجارية. تاني نوع معايا وهو الترافيك او الزيارات. وتالت نوع وهو الانجيجمنت. ورابع نوع هو الانجيجمنت التفاعل. رابع نوع وهو انك انت تعمل تطبيق معين وعايز تروجه. وخامس نوع او اخر نوع معانا وهو المبيعات. طيب، هل انا لو انا فاتح اي مشروع ينفع استخدم اي نوع من الحملات دي؟ هو طبعا مش هيقول لك لا، الفيسبوك مش هيقول لك لا، ولكن انت مصلحتك فين؟ هل انت مصلحتك في ايه؟ لازم تفهم كل حملة من دول الفيسبوك مش حاططها كده هباء والناس تختار براحتها، لا. لو انا بفتح فرع جديد في منطقة جديدة، فانا عايز اعمل انتشار للاسم بتاعي، اخلي الناس تشوفه بشكل اكتر. في الوقت ده انا محتاج اختار اول نوع اللي هو الاويرنس، الوعي بالعلامة التجارية. لو انا بقدم منتج جديد وعايز الناس تشوف المنتج اكتر من مرة، فبختار برضو الوعي بالعلامة التجارية. لكن لو انا عايز مبيعات، فبالتالي لو انا عايز مبيعات يبقى هروح اكتر للانجيجمنت، التفاعل. ليه بقى؟ لان في التفاعل ده الناس هتشوف المنتج وهتسأل بكام وفين ومنين وازاي والكلام ده. ممكن تختار من الانجيجمنت الرسائل، وتبدأ بعد كده تشوف العميل يدخل يكلمك على الرسائل، وتبدأ انت تقنعه وتعرض له فوائد المنتج. العملاء المحتملين هل استخدمها لو انا فاتح مطعم او لو انا فاتح محل ملابس؟ طبعا لا. ليه؟ لان العملاء المحتملين الفيسبوك بيشتغل عليها بشكل اكبر على ان انت بيجيب لك العملاء المحتملين. طيب، العملاء المحتملين انت عشان خاطر تجيبها لازم تجيبها عن طريق فورم، نموذج. بنلاقي كده بعض الناس في الاعلانات بتاعتها لما تيجي تضغط على الصورة روح يفتح لك فورم يقول لك اكتب اسمك وتاريخ ميلادك ورقم تليفونك ومش عارف ايه والكلام ده كله. ده اسمه ليدز، عميل محتمل، وده بتبقى تكلفته عالية اصلا. فانا كمطعم وفي واحد هيطلب اكل، هقول له اكتب اسمك ورقم تليفونك وعنوانك والايميل بتاعك، لازمتهم ايه؟ المطعم هيستفاد بيهم بايه؟ فمش كل الانواع الحملات تنفع مع كل الانشطه. العملاء المحتملين او الليدز تنفع مع مركز كورسات، عايز اجيب الناس اللي هي وارد ان هي تاخد الكورس فانا محتاج بيانات عنها. تنفع مع شركات العقارات. يعني في حاجات معينه تنفع ليها، لكن مش كل انواع الحملات الاعلانيه تنفع مع كل الانشطه. نصيحة من حضرتك توجهها للناس بخصوص السوشيال ميديا بشكل عام. انا بشكر كل المتابعين، كل الناس اللي بعتت الرسائل دي على البيج، وبتمنى والله لكل الناس ان شاء الله ان هي تكون في نجاح دايم على السوشيال ميديا. العصر اللي احنا فيه هو عصر المنشئ المحتوى. لو انت ملحقتش لنفسك مكان دلوقتي انك تكون كمنشئ محتوى،
مش هتقدر تلحق مكان ده بعدين، هيبقى صعب. لان الموضوع مش سهل، انك انت تكون منشئ محتوى مش سهل ومش صعب، ولكن هو عايز البدايه ان انت تبدا. حتى لو انت بتقدم منتج، حتى لو انت بتقدم خدمه، اطلع اتكلم قدام الكاميرا مع الناس، هتزيد ثقه الناس ليك وهتشتروا منك اكتر وهيثقوا فيك اكتر. فوجودك على السوشيال ميديا، انت اولا بتحجز مكان ليك كمنشئ محتوى، وبتدي ثقة اكتر، وهتخلي الشغل بتاعك يكبر وهتبيع اكتر. فبشكركم جدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.